مبدئيا كده الفيلم بيمثل واقع بتعيشه أكترية قصص الحب اللي بتحصل في الهند، بتكون مرفوضة من العادات والتقاليد والمجتمع، وبتنتهي بنهاية مأساوية. عشان محرقش عليكم الأحداث أكتر من كده، يلا نبدأ في تلخيص الفيلم على طول. بيبدأ الفيلم بمدهو بيكون بيحلم بحبيبته بارتافي، وهي بتقومه من النوم وبتقوله إن النهاردة هتقدم له الجايزة لأنه هيفوز في مسابقة الأكل والجري. وبيجي صاحبه بيفوقه من الحلم ده عشان اتأخر على المسابقة وبيجري بسرعة، ورغم إنه آخر واحد إلا إنه بيقدر يفوز وبياكل كمية أكل مش طبيعية وبيجري وبيسابقهم كلهم وبيفوز. بتديله الجايزة بتاعته اللي فاز بيها. هو بيكون بيحبها جدا ومغرم بيها، وهي تبقى بنت راجل ليه سلطة في البلد، راتان سينج، ومستواهم الاجتماعي ما يسمحلوش إنه يحاول يقرب منها. ورغم كل ده هو بيحبها جدا، بيفضل يوصلها كتير، وهي لاحظت قد ايه ان هو مهتم بيها وهو بيشتغل مع باباه في المطعم بتاعه. هي بتكون بتضرب نار وقاعدة مع صاحبتها أمبيكا، وبعدين بتروح البركة عشان تعوم شوية. ولما بتوصل هناك بتطلع كل الموجودين لأن محدش يقدر يتكلم معاها طبعا. في الوقت ده بيكون مدهو مع السياح وبيعرفهم على المكان، وبيحاول صاحبه إنه يندهله من بعيد ويعرفه إن بارتافي في البركة. هو ما بيسمعوش لكن بيحاول أكتر من مرة لحد ما بيعلي صوته جامد قوي وهو بيقدر يسمعه. وأول لما بيسمعه بينط بسرعة وبيحضر نفسه وبيتشيك عشان يروح عندها، وبيروح وبينط عندها في البركة وبيفضل يبص عليها ويسرح فيها، وهي بتطلب منه إن هو يطلع فورا. وهو فعلا بيخرج لكن عينيه ما بتتشالش من عليها أبدا، ومش بيكون واخد باله فبيتخبط في ركبته وبيروح المستشفى. صحيح بتكون خبطة بسيطة لكنه بيكون مكبر الموضوع، وهي بتروح له عشان تطمن عليه. وأول لما بيشوفها بيرجع يقف ولا كأن حصل حاجة لرجله. هي بتتأسف له لكن بيقولها الغلط مني أنا مش منك. بتقوله لكن أنا البركة تبقى بتاعتي، وهو بيقولها مفيش مشكلة. بعدين بتسيبه وبتمشي. أبو مدهو بيحس إن هو منجذب للبنت دي فبيحذره وبيقوله إن هو ما يقربش منها أبدا، وكمان بيحلفه بحياته لأنهم مش من مستوى بعض، وإن هي كمان بنت واحد سلطته عالية جدا في البلد، وحذره من إنه يقرب لها مرة تانية. صحيح هو بيحاول يبعد عنها لكن هي اللي بتبتدي تقرب. هما الاتنين بيكونوا في نفس الجامعة وبيكون أول يوم ليهم، وهي بتطلب منه إنه يشوف اسمها في الكشف. هو بيحاول إنه يتجاهلها وصاحبه هو اللي بيشوف لها اسمها، وهي كل ما تحاول تبصله هو يحاول يتهرب منها. هي بتحس إن في حاجة غلط وبتتضايق. وهم قاعدين في المحاضرة وهي بتبص عليه هو بيبص لبعيد. محاضرة خلصت هي بتكون متعصبة جدا من اللي بيعمله، وطلبت من صاحبتها إن هي تروح وتقوله إن الدراجة بتاعتها عطلت ويجي يصلحها لها. وصاحبتها فعلا طلبت منه لكن هو قال لها إن هو مش هيقدر يصلحها وتشوف ميكانيكي أحسن، وبيسيبها وبيمشي. وهي بتتعصب أكتر. في الوقت بيكون أبوها بيستعد للانتخابات وبيبعت للشخص ده 100,000 روبية عشان يقدر يساعده في تصويت الانتخابات. صحيح مدهو بيكون بعد عنها لكنه لسه بيحبها وبيراقبها من بعيد. ولما هي بتشوفه هو بيحاول يهرب منها لكنها بتوقفه وبتسأله هو ليه بيعمل كل ده. هو قال لها لأن باباه طلب منه إنه يبعد عنها، وهي بتقوله أنت بقى الطفل المثالي اللي بيسمع كلام أبوه في كل حاجة. بيتأسف منها لكن هي بتكون متضايقة منه وبتقوله روح أنت وأسفك وارمي نفسكوا في البحر، وبتسيبه وبتمشي. صاحبه بيقترح عليه إن هو يروح ويعترف بحبه لكن مدهو بيشوف إن ده مش حل. صاحبه التاني ده بيقترح عليه إن هما لو بعتولها طفل يعتذر منها أكيد مش هتكسفه، لكن هما مش بيكونوا عارفين يجيبوا طفل منين، فبيبعتوا القزم صاحبهم وبيلبسوه لبس أطفال صغيرة عشان يروحوا يعتذر منها. وبتقوله هو ليه بيعتذر مني، هو أنا بالنسبة له إيه؟ بيروح صاحبه وبيسأله نفس السؤال، وهو بيعمل فيديو هو وأصحابه وهما بيرقصوا توضح لها بشكل غير مباشر إن هو بيحبها. بيعجبها جدا وبتفضل تضحك عليه وبتعمل زيه وبتلبس صاحبتها لبس طفلة وبتبعتها له عشان تقوله إن رأسه حلو جدا، لكن برضه هي لسه مصرة على إجابة السؤال وإن ده مش رد على سؤالها. وهو بيحاول إنه يغني لها أغنية يعبر لها فيها عن مشاعره لكن هي ما بتعجبهاش، وبتقوله لو تغنيها بالإنجليزي قدام الجامعة كلها هتكون أحسن بكتير. وهو لما بيحاول يعترض بتقوله أصحابي كلهم بيقولوا عليك إنك جبان، فورينا شوية شجاعة بقى. وهو بالليل بيروح عند بيتها في نص الليل وبيقابلها في القصر بتاعها عشان بس بالحركة دي يثبت لها إن هو مش جبان ولا حاجة، وبيوعدها قبل ما يمشي إن هو هيغني حلو جدا بكرة قدام الجامعة كلها وهتشوف الشجاعة على أصولها. وفعلا بيغني لها قدام الجامعة كلها، وفي واحد من تبع رجالة باباها بيلاحظ إنهم
في حاجة بينهم، وهو بيكون بيكلمها عن طريق رقم أمبيكا صاحبتها، وبتقوله انت ليه بتتصل من عند صاحبتي، وهو بيطلب رقمها وبيكونوا بيتكلموا مبسوطين. وفجأة بتشوف أخوها وهما بيكونوا خايفين جدا من وجوده في المكان. بيكون قاعد في قلب المحاضرة وموبايله بيرن وبيرد وبيعمل المكالمة بصوت عالي. ولما الدكتور بيقوله ان الموبايل هنا ممنوع بيضربه بالقلم وبيهينه. بارتافي بتقول لباباها ان اللي عمله أخوها ده كان غلط، وهو بيسأله ليه راح الجامعة، وأخوها بيقوله لأن سمعت ان في شاب بيقرب من بارتافي، لكن هي بتنكر ده وبتقول ان ده مش صح. وهي بتروح المطعم عندهم وهو بيكون مبسوط جدا بوجودها، وبيقولها تطلبي ايه، وهي بتمليه رقمها لكن بتمليه 6 أرقام بس وبيكون فاضل 4. وقبل ما تمشي هو بيديلها الكارت بتاعه وبيقولها ان ده الرقم الشخصي بتاعه. وبيفضلوا مستنيين مكالمتها طول الليل لحد ما بيطلع النهار وبيناموا، وهي بترن الصبح بدري. بيفضلوا يرقصوا من كتر الفرحة لحد ما الرنة بتخلص. بعدين بترجع ترن تاني ومدهو بيرد المرة دي بسرعة، وبعدين بتقفل معاه عشان هتروح للصالة مع أهلها. طبعا بيعرف منها هي رايحة فين وبيروح نفس المكان عشان يشوفها، وبيعيشوا مع بعض أجمل قصة حب، وبيحبوا بعض وبيقربوا لبعض أكتر وأكتر، وحبهم بيزيد وبيكبر. وبيكون عيد ميلاد أخوها وهيتعمل في قصر أبوها هناك، وهو بيروح وبيكونوا مع بعض لوحدهم، وأخوها وأبوها بيشوفوهم مع بعض وبينزلوا فيه ضرب هو وأصحابه. بابا بيحاول إنه يحوش أخوها عنهم لحد بس إعلان نتائج الانتخابات، وبعدين يعمل فيهم اللي هو عايزه. وأبوها بيحبسها وبياخد منها التليفون. بعده بيرجع البيت لأبوه، وأبوه بيقوله أنا مش حذرتك من إنك تقرب للبنت دي. بتعدي الانتخابات على خير والرتام فعلا بيكسب، وهي بتكون خايفة عليه جدا لحسن يعملوا فيه حاجة. مامتها بتحاول تطمنها وتهديها وتقولها إن هو بخير، وهو بيحاول يوصل لها، لكن أمبيكا بتقوله إنهم مانعين إني أزورها. والشرطة بتروح وبتاخده هو وأصحابه وبيحجزوهم وبيفضلوا يعذبوهم. وأمبيكا بتعرف بارتافي كل اللي حصل، وبيكونوا هياخدوه لمكان تاني، لكن في اللحظة دي هي بتروح وتفضل تترجى باباها والشرطة إنهم يسيبوه وإن هو مش هيقرب لها مرة تانية. بيحاولوا يهدوها، وفي اللحظة دي خطفت المسدس بتاع الشرطي وهددتهم بيه، وبيهربوا كلهم وبيفضلوا يلحقوهم لكنهم بيستخبوا ومش بيعرفوا يمسكوهم. بيفضلوا مع بعض لحد الصبح، والصبح بيظهروا وبيجروا وراهم لكنهم بيجروا منهم بسرعة وبيركبوا القطر ده بيوصلهم لمومبي. بيتبهدلوا جدا ومش بيكونوا لاقيين ولا أكل ولا شرب، وهي بتضطر إن هي تبيع الحلق بتاعها عشان يصرفوا منه لحد ما يدبروا أمورهم. وبيقعدوا وبياكلوا، وهو بيتصل بخاله وبيديله عنوانه وبيقوله تعالالي فورا، وبياخدها فعلا وبيروحوا. في الوقت ده أبوها وأخوها ورجالته كلهم بيكونوا بيدوروا عليهم في كل مكان، وبتروح له المنافسة ليه في السلطة وبتقوله أنا سمعت إن بنتك هربت، وانت قلت قبل كده إنك نموذج للعيلة المثالية. بيرد عليها وبيقولها ما تقلقيش، بمجرد ما هلاقيها هقتلها فورا. مدهو بيوصل على بيت خاله، بيرتاحوا شوية في المكان، وبعدين مرات خاله بتقوله إن هي مش عايزة تتورط في مشاكل، وإن أبو البنت عمره ما هيسكت وإحنا هنتورط في مشاكلهم. وبيقولهم كمان إنه مش هينفع إنهم يبقوا هنا لأنهم ممكن يجوا في أي وقت ويدوروا عليهم في المكان ده كمان. وبيبعتوا عند واحد صاحبه معرفة ليه هيقدر يدبر له مكان يقعد فيه وكمان شغلانة، وهيكون المكان ده أمان أكتر. لما بيحاول مدهو إنه يعترض ويقول إنه مش هيمشي، خاله بيقوله إن مراته حامل ومش عايزها تتوتر، وهي بتسأله إذا كانوا يقدروا يرجعوا تاني، لكن بيقولها إن ده مستحيل لأنهم مش هيسيبوكوا عايشين وأكيد هيقتلوكوا، فمتحاولوش إنكوا تفكروا في حاجة زي كده أبدا. وهو بياخدها وبيروح فعلا للشخص اللي بعته ليه خاله. بيكون في أوضة واحدة بس لكنها متوسخة وهم هينضفوها، وبيكون خاله دافع له الإيجار لمدة 3 شهور، وبيقوله بعد كده لازم تدبر الإيجار. وبيعرفهم على المكان وكمان بيوريهم مكان الحمام لأنه عام. بيدخلوا الأوضة وبينضفوها وبيقعدوا وبياكلوا، ومدهو بياخد رقم من الفندق والعنوان اللي هيروح عشان يشتغل فيه. وتاني يوم الصبح وهو بيستعد عشان يروح ويشوف الشغل، بتكون هي خايفة إنها تقعد في مكان زي ده لوحدها، وبتحضنه وبتقوله خليك ما تمشيش. هو بيقولها أنا لو فضلت هنا هناكل وهنشرب منين، يلا قومي اهدي كده بس واغسلينا الهدوم وأنا مش هتأخر. وبيكون مدير الفندق محتاج إنه يتعلم اللغة البنغالية الأول عشان يقدر يشغله. مدهو بيطلب منه أي وظيفة بس لحد ما يقدر يتعلم اللغة دي، وبيقوله كمان إن هو كان شغال في مطعم أبوه وبيطبخ حلو جدا. بيقوله أنا هفكر في الموضوع وهكلم ساشين. وهي بتغسل الهدوم وهو بيرجع وبتكون زعلانة لأن هي ما قدرتش تنظف الهدوم، هي مش متعودة على العيشة دي لأن هي كانت عايشة في قصر كبير وعندها خدم.
بيحاول يهديها ويقولها ما تقلقيش بكرة تتعودي. بيخرجوا شوية وبياكلوا مع بعض برا. ساشين بيروح معاه عشان يقنع مدير الفندق، وفعلا بيشغله. هي بتكون مشتاقة جدا لأهلها وبتتصل بمامتها، بتفضل تسمع صوتها لكنها ما بتقدرش تتكلم معاها. هي مش بتكون قادرة تتقبل الوضع اللي بقت فيه. بتقول لمدو ان هي مش عايزة تبقى هنا وعايزة ترجع لبيتها تاني. بيقولها ان كل حاجة هتكون بخير، وهي بتسأله امتى وبتفضل تعيط. هو بيتعصب عليها وبيقولها انا معرفش، وهو بيهديها وبياخدها في حضنه. وبعدين بيستلم الشغل الجديد وهي بتتأقلم مع الوضع، وهي كمان بتلاقي وظيفة في شركة. وهو بيقبض مرتبه وبيروح وبيشتري لها موبايل عشان يفاجئها بيه. وهي بتخلص شغلها وبتروح بعدها مع زمايلها يتغدوا مع بعض. هو بيكون شايفها من بعيد وبيتعصب جدا، وبيرجع البيت وبيتصل بأبوه. أبوه بيرد عليه وبيقوله ما تحاولش انك تتصل مرة تانية. ولما هي بتروح بيتخانق معاها لأنها كانت مع المدير، وهي بتقوله ان هي ما كانتش لوحدها وكل زمايلها كانوا هناك، وان هو كده بيفهمها غلط وبيشك فيها. في اللحظة دي أصحابه بيجولهم، بيفرحوا بوجودهم جدا وبياخدهم بالحضن، وبيقعدوا كلهم سوا وهي بتعتذر لهم. لكن هما بيقولوا لها مفيش داعي. هو بيزعق فيها وبيقول لهم خليها تعتذر، لأن كل اللي احنا فيه ده دلوقتي بسببها هي بتزعل جدا بسبب كلامه دوت. وهو بيحاول انه يصالحها، وبيتصالحوا فعلا وبيتجوزوا وبيعيشوا مع بعض أجمل لحظات حياتهم. وهو بيترقى في شغله وبيكونوا مبسوطين مع بعض لحد هي ما بتكون حامل وبتولد ولد زي القمر. وكمان بيشتروا بيت جديد خاص بيهم عشان يقعدوا فيه، وبيسيبوا الأوضة اللي كانوا مأجرينها. في الوقت ده هي بتكون بتكلم مامتها وبتتواصل معاها. أبوها فجأة بياخد التليفون من على ودن أمها وبيتكلم معاها وبيسألها ابنها اسمه ايه، وهي بتقوله أديتيا. هو بيقول لها اسم جميل واتمنى ليكي طولة العمر، وبيقفل معاها. بعد كده أخوها بيزورها في بيتها وهي بتكون مستغربة جدا. بتكون موجودة في البيت لوحدها، بيكون جايب لها زيارة كبيرة جدا وهدايا. هي بتكون مبسوطة جدا وبتفتكر ان خلاص بقوا راضيين عنها. مدو لما بيرجع من الشغل بيستغرب جدا بوجودهم وبيكون خايف ومش مطمن، لكن هي بتكون مبسوطة بوجودهم جدا، لكنه مش بيكون مرتاح لوجودهم هنا. بتوريله الهدايا اللي هم جابوها وبيقدم لهم الشاي. واخوها بيشوف ابنها وبيفضل يلعبه ويشيله. وبتقول لمدو انت جبت الحلويات، وهو بيقولها ان هو نسي يجيبها، وهي بتقوله خلاص خليك انت وانا هروح اجيبها. هو بيقول لها ما تمشيش خليك انت وانا هروح. هي بتقوله خليك انت، انا مش هتأخر، هشتريها وهرجع على طول. وبتشتري الحلويات فعلا بسرعة. ولما بترجع بتتجنن من المنظر اللي شايفاه قدامها. بتلاقي جثة ابنها وجوزها قدام عينيها مرميين قدام البيت، لان اخوها قتلهم. زي ما قلت في بداية الفيلم، ده واقع بتعيشه قصص الحب كتير في الهند. وبكده بينتهي الفيلم.